مساء الخير. النهاردة هنعمل مخبوزات نباتية هتعجبك جدا، بدون حليب، بدون سمنة، بدون بيض. أول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف عليها كيس خميرة فورية، وهبدأ أدوبهم كده كويس. أنا خلاص كده دوبتهم، هبدأ أركنهم على جنب. كيلو ونص من الدقيق، نص معلقة ملح كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر. عايزة تعملي نص الكمية اعملي براحتك. دول كيلو ونص من الدقيق، بس أنا هعمل منهم مخبوزات متعددة. دي معلقة سكر، ودي التانية، ودي التالتة. دول كيلو ونص من الدقيق، وكمان هتلاقي المقادير في صندوق الوصف. هبدأ أقلبهم كده مع بعض. وهبدأ أضيف الخميرة، كوباية المية بالخميرة. وطبعا المية اللي في طبق الستانلس دي برضو دافية، وببدأ كده ايه برضو هعجن بمية دافية. وكل ما احتاج مية هضيف، ما بضيفش المية كلها، حسب نوع الدقيق هضيف شوية بشوية. كل ما احتاج مية هضيف واعجن، وهتشوفوا قوامها دلوقتي. ما حطيتش مادة دهنية خالص، انا بضيف كده المية اعجن الاول، ولسه ما حطيتش المادة الدهنية اللي هحطها، اللي هي هحط زيت بس مش هحطه دلوقتي. ببدأ اعجن كده. العجينة قوامها كده ايه، فيها طراوة مش ناشفة زي ما انت شايفة كده. وهبدأ اضيف دول كوباية الا ربع زيت. كيلو ونص من الدقيق، كوباية الا ربع زيت، وابدأ اضيف شوية بشوية من الزيت واعجن كده. اول ما تشرب الزيت اي بشوية بشوية كده تشرب الشوية اللي ضفتهم، ابدأ اضيف كمان شوية واعجن كده شوية بشوية وبعجن. تشرب الزيت اكمل فيها عجن. خلاص كده انا خلصت الزيت اللي معايا، وبدأت العجينة زي ما انت شايفة كده، فيها طراوة ومتماسكة. بس عجينة هتعجبك جدا في المخبوزات النباتي. اتمنى تجربي الطريقة دي، وتقولي لي بعد ما تعمليها رأيك في التعليقات. هبدأ اغطيها، هسيبها تختمر، هسيبها كده ساعة، ساعة وربع. الجو برد شوية، هسيبها ساعة وربع وارجع لكم. بعد ساعة وربع العجينة اختمرت معايا. هبدأ اجيب صينية ادهنها من الزيت، ادهنها كده زيت علشان كور المخبوزات بتاعتي اللي هقطعها عليها ما تلزقش فيها. هبدأ اجيب العجين كده، وهبدأ برضو ادهن ايدي زيت، وابدأ اقطع العجين لكور كده، كور متساوية. احاول اخليهم قد بعض. انا عايزاكي تجربي طريقة العجينة دي في المخبوزات النباتي، تجربيها وتردي عليا في التعليقات. هبدأ اغطيهم بكيس بلاستيك الاول. كل الكمية هقطعها الكور، واول كورة قطعتها ناخدها. دول مش الكيلو ونص كلهم، لسه في صينية تاني انا مقطعة فيها الكور. الصينية برضو مدهونة، ودي اول كورة. هبدأ اعمل شكل المخبوزات بتاعتي اللي هي المثلث. هرجع دي ورا بس عشان تشوفوا كويس. ببطها بايدي كده، والصينية مدهونة زيت فمش بتلزق معاكي خالص. هي العجينة ناعمة معاكي كده. وهبدأ ايه اقفل نص الدايرة دي كده. عايزة تحشيها تحشيها عادي، وتقفلي زي تقفلي كده زي ما انا بقفل عادي، يعني تحطي الحشوة في النص وتقفلي كده. بس انا عاملاها سادة.
بصي انا هعمل واحده كمان اوضح من كده قدامكم عشان دي ايه ما وضحتش قوي. هعمل واحده كمان. هبدا اجيب كوره كده بايديا كده ايه، وبطها بايدي كده. طريقه تشكيلها سهله خالص. بقفل كده نصها، بقفل نص الدايره دي كده، والنص التاني اللي بيتبقى بقفله، فبتديني شكل المثلث. وابدا طبعا ايه احطها في الصينيه. الصينيه بتكون مدهونه، برضو بغطي الصينيه عشان اسيبهم يختمروا شويه في الصواني. انا عملت الصينيه وهبدا اغطيها اسيبها تختمر شويه، وهعمل لها كده ايه دهان على الوش طبعا نباتي. ربع كوب ميه على نص معلقه عسل اسمر، وابدا ادوبهم مع بعض عشان يدي المخبوزات النباتيه لون حلو. دوبتهم كويس، وهبدا اجيب كده الصينيه وابدا ادهن وشها. بكون دلوقتي مسخنه الفرن، بسخن الفرن كويس قبل ما ادخل المخبوزات بتاعتي. هدهن كل الصينيه بنفس النظام بالراحه كده علشان ايه مفشش الخمر بتاع المخبوزات. وهبدا اضيف في الوسط سمسم. سمسم حبه البركه اللي عندك ضيفيه. ميزه العجينه دي هتدخل الفرن هتزيد كمان في الصينيه، هتشوفوا دلوقتي. دي بالسكر، عامله الصينيتين. بصوا دي في الفرن. انا في تحت طبعا مخبوزات تانية زي ما قلت لكم، بس انا مش عاملاهم كلهم في فيديو واحد. الكيلو ونص من الدقيق هيعمل لي اشكال كتير من المخبوزات النباتيه. دي في الفرن انا مولعه الشوايه، حطيتها من تحت الاول اول رف، واول ما بتتشمع المخبوزات كده وتمسك نفسها برفعها لفوق تاخد لون. واول ما بتطلع بغطيها علشان احافظ على طراوتها. بعد كده بصوا بقى عامله ازاي، خفيفة وطرية بجد، مخبوزات هتعجبك جدا. أتمنى تجربيها وتضغطي لي لايك للفيديو.